وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شغل المكنة. حد يدور المكنة دي. دور المكنة بحماية. ماشي هشيل الفيشة اللي جاية والله هشيل الفيشة اللي جاية هنا مكنة. خلاص مش عارف ليه عارف ها؟ بس مش هتصل هو شيل الفيشة بقى زي الصلاة بلا ولا نسوي الصلاة لا جاتك لا مكنة اللي هناك بتاعها لسه زعجت
مشترك بس وخلاص يقلعوا ويوصلوا بيه عندك. ها؟ مكنة الكهرباء؟ ما يجيبوا أي ما في مليون مكنة هنا. مش هشغلها. عبده ما يعرفش عبده ما يعرفش يظبط الليله خالص. ها بص اللي بتاع ايوه بس اهو انت بقى هي حاجة من المكنة جت أهي. السلام عليكم حاج سعيد يا محمد شلون طيبين؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هي الكهرباء قطعه ولا ايه؟ هي الكهرباء قطعه؟ بس برضه دلوقتي يا عم بعدين برجع ده عم اجيب لك المكنه من هنا. الحمد لله والله اكبر. عايز اشغل كده لا لا الله اكبر انا ماسك لك شغال كده ولا ايه؟ المفروض بنفخها بقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بس بقى الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. ما صام المسلمون شهر رمضان وقاموه طمعا في جنات الرحمن. الله أكبر. ما أقاموا ليالي رمضان بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. الله أكبر. ما زكت نفوسهم وقد غفرت لهم ذنوبهم. الله أكبر. ما تجلى الله عليهم بالرحمة والبركات. الله أكبر. ما أخرجوا زكاة فطرهم طمعا في جنة ربهم. الله أكبر. ما ودع المسلمون شهر رمضان وقد أعتق الله رقابهم. الله أكبر. ما تصافح المسلمون في هذا اليوم ونسوا ما كان بينهم من نزاع أو شقاق. يا ابن سيب اللي على الباب. الله أكبر. ما تزاور المسلمون في هذا اليوم ومدوا يد العون إلى الفقير واليتيم والمسكين. والحمد لله رب العالمين. سبحان من خلق الإنسان وعلمه البيان الجزمه ولا ايه؟ تعال الجزمه وجعل له الشمس والقمر بحسبان. سبحان من تكفل بالأرزاق. سبحان من أحصى العباد عددا ورزقهم جميعا فلم ينس منهم أحدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحمد لله الذي أتم علينا شهر رمضان وبلغنا شوال. تلك نعمة عظيمة من رب العباد. والله لا أسأل في هذا المقام
أن يهل علينا هلال هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال رشد وخير وبركة على الإسلام والمسلمين. الحمد لله الذي جعل لنا من أيامنا أياما فيها نسعد، أياما فيها نفرح. فإذا رأيت الناس في هذا اليوم المبارك تعلو وجوههم الفرحة والبهجة، فاعلم أن ذلك فضل الله عليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فإذا كان هذا هو هدف الإسلام أن يسعد الناس، فلا يجوز لفئة من الناس أن تحول هذا اليوم إلى سحابة من الحزن والكآبة، فيتفقدوا المقابر ويوزعون الصدقات عندها ويبكون طويلا طويلا. ما شأن هؤلاء؟ ألم يكفهم البكاء؟ لقد جاءهم يوم يسعدون فيه ويمرحون ويلعبون، فإن حولوا هذا اليوم إلى الحزن والكآبة فقد عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خص الصائمين بجائزة عظيمة بباب في الجنة يسمى الريان، لا يدخله غيرهم. بل إن تعجب فعجب أن العبد إذا جاء يوم القيامة ليوفى ما كان عليه من المظالم من حسناته، فيؤخذ من أعماله، من صلاته، من زكاته، من حجه، من صدقته، حتى إذا لم يبقى له إلا الصيام. وهنا تتجلى رحمة الله تعالى، فيتحمل ما كان عليه من المظالم ويدخله بصومه الجنة. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. ما لي لا أراكم تذكرون رسول الله، ما لي لا أراكم لا تصلون بصوت عال على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صام وخير من قام وخير من صلى لله حتى تورمت منه الأقدام. ويسأل صلى الله عليه وسلم السؤال بعد السؤال: أتفعل ذلك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيكون الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ذلكم العبد الشكور الذي عرضت عليه بطحاء مكة أي جبال مكة أن تصير له ذهبا وفضة، فيكون أغنى الناس على وجه هذه البسيطة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت ذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا النبي العظيم الذي فكر يوما في مصير أمته صلى الله عليه وسلم وفي مصير الأمم السابقة، وكيف
أن كل نبي من الأنبياء دعا على قومه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله كل من مات ولم يشرك بالله شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بطولها وهو يقرأ آية واحدة ويبكي صلى الله عليه وسلم، يكررها ويرددها وهو يبكي حتى الفجر، فينزل عليه الأمين جبريل، ينزل على الأمين محمد ويقول له: يا محمد السلام يقرئك السلام، ويقول لك: ما الذي يبكيك؟ وهو أعلم بما يبكيك. أترون ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ الآية التي فوض فيها عيسى عليه السلام أمر أمته إلى الله، فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن النبي أبى إلا أن يكون شفيعا لأمته، فجعل يبكي ويقول: أمتي أمتي، فينزل الأمين على الأمين محمد فيقول له: ما الذي يبكيك يا محمد؟ والله أعلم بما أبكاه، فيقول: أمتي أمتي، فيقول: السلام يقرئك السلام، ويقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحمل البشارة لهذه الأمة فيقول: أعطيت أمتي 5 في شهر رمضان لم يعطهن نبي قبلي. الأولى: إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم جميعا، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. الثانية: فإن الملائكة تستغفر لهم كل ليلة. الثالثة: فإن الله يأمر جنته أن تتزين لعباده، يقول: تزيني لعبادي الصائمين أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. الرابعة: فإن رائحة أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. الخامسة: إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم، لأن هذا هو يوم الجائزة. ولذلك فإن الله يتوجه إلى ملائكته ويقول لهم: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل؟ يقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره، فيقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثواب صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثم يتوجه الله إلى عباده وقد خرجوا يصلون ويكبرون، يقول لهم: سلوني يا عبادي، فوعزتي وجلالي لا تسألون اليوم شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا شيئا لدنياكم إلا نظرت لكم، قد أرضيتموني فرضيت عنكم، انصرفوا مغفورا لكم، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله والله أكبر
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، هذا هو يوم العيد، يوم الفرحة والبهجة، يوم يؤلف الله فيه بين قلوب العباد على ما كان بينهم من خلاف أو شقاق أو نزاع. من الذي ألف بين هؤلاء؟ إنه الله، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. هذا هو يوم العيد، يوم الصلة، يوم المودة، يوم الرحمة، يوم توصل فيه الأرحام وتزار فيه الأقارب والأحباب. تلك الرحم التي كثيرا ما قطعت، والتي كثيرا ما هجرت، والتي كثيرا ما أزيت، والتي دائما تشتكي إلى الله، وهي ترفع شكواها إلى الله وتقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني هجرت، يا رب إني أسيء إلي. والله تعالى يقول لها: أنا الله، أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فوعزتي وجلالي من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ولا أرضى حتى ترضى. هذا يوم السعادة، يوم الفرحة، يوم البهجة. ليس عليك وحدك، وإنما على البؤساء، الفقراء، المساكين، الأيتام. فإن استطعت أن تدخل عليهم سرورا في هذا اليوم المبارك فقد فعلت أجل الأعمال وأعظمها عند رب العباد سبحانه وتعالى. فقد أخرج الألباني وصححه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إلى الله وعن أحب الأعمال إلى الله، فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أدخل السرور على البؤساء والفقراء والأيتام، وأغنوهم عن ذل السؤال تحقيقا لوصية حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. والله أسألك أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. آمين يا رب. اللهم انصرها على من عاداها. آمين يا رب. اللهم انصرها على من عاداها. آمين يا رب. واجعل هذا العيد فتحا ونصرا للإسلام والمسلمين. آمين يا رب. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. آمين يا رب. وفي فلسطين. آمين. وفي برما. آمين. وفي جميع بلاد الإسلام. اللهم أيد من كان فيه تأييد الإسلام والمسلمين، واخذل من كان في خذلانه نصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد ولاة أمورنا. اللهم أيد ولاة أمورنا واجعلهم يا ربنا من خيارنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين يا رب. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين يا رب. ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعله عيدا سعيدا علينا وعلى جميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. كل عام وأنتم بخير. لا عايز دوس خيك. جماعة الشباب ما يمشوش الا بلوم الفرش. جماعة الشباب ما يمشوش الا بلوم الفرش. شو محمد؟ زحمة. ايوه. خليك زحمة.
بطل المكنه يا عم. بس ده عامل زي مكتب النظافه دي. خد واحده ما ياخدش غير واحده بس. والله ولا عيله واحده. يا شباب ازيك يا محمد؟ حلو والله. ده انت خليك صوتك خدمه كلها يا عم والله. من هي انت لسه مش حاج محمد هو على على القاعده لما خلصوا. اي والله. يا شباب كان بقول لك هنجيب واحد يصور النهارده استاذ. اي اهو ما جابنا على الارض بالليل وكدنا عليه وضحك اهو. ما هو ضحك اهو يا عم. صوت يا هي والله بس يا شيخ سن طيب. ما ضحك الواد النهارده. سن طيب. ضحك لساني يا عبد الله. خد لا يا شباب. خد يا شباب. شباب خد. هي انت هي حق رفعت يا شيخ راشد. سلام طيب يا باشا. كان حلو والله. اي حد عايز نسخه من الشريط دي عبده فرحات ياخدها منه. الحاج كان مداير وسعد داير بالليل وهي حديثها. سعد اهو. كان متولي العمليه وقلت انا عايز. لا ما هو الاول اي حد عايز نسخه من الشريط دي على مين؟ يا حاج سلم على الناس. صور يا عم الناس اهي. الناس اشكرعت النهارده تصوير. انت بقى الشيخ اهو بقى المره دي كمان يلا عبد. ماشي. ها عكموا حوض. ماشي يا عم. عكم الشيخ حوض. ماشي يا عم. اللي عايز نسخه ايوه ماشي. عنده فرق ياخد عصر ماشي. بعدين هجيبك مركز عليك يعني. لا خد عمه كلها جبتها خد طبيعي يعني. خد يا عماه. يا خليك هنا خليك. خد يا عماه. صلى على رسول الله. تعلم اهو. صلى على سيبه معاه احمد وتعالى اديه لحمه. بس بقى انت راجل عمال تعمل. طب والله الاحمر مكتوب عليه الاحمر. بص اللي ما فرش اللي تحت ده كله ايه؟ هتروح مع اللي هناك ده. بعدين حد يا جماعه اللي تحت دول خلوهم لوحدهم يا جماعه. كده على فكره يا دوب الناس وصلوا لحد الاخر. ها؟ ساعة؟ امني؟ عملنا ساعة وربع لغاية دلوقتي مسجل الآن. يا محمد رحت فين يا محمد؟ ما انت وصلتش ولا ايه؟ ها؟ ما وصلتش ولا ايه؟ صليت يا عم. ما شفتكش؟ هروح عشان لما بقى نحكي لك بالصوان النهارده. هد ايوه طبعا معلم. صوت ايه؟ صوت واحد ضبطيز. ما هتعمل ايه؟ ما اجيب لك عشان تسخ عليه. اجيب لك شريط. لسه بتصور ولا؟ ما انا اقول لك روح للراجل. لمين؟ طيب المطفي بتاعي خلاص كده. كده ايه؟